عبد المنعم مدبولي. خيرية أحمد. أنا وهي وبس. مساء الخير يا سمينة. انت يا راجل انت مش حبطت الحركات دي؟ لما تدي واحد معاد مش تيجي في ميعادك؟ ايه؟ ايه بتقول ايه؟ ايه؟ مين؟ ساعتين ونص امبارح تسيبني ملطوع في الشارع والحته ضلمه وكانوا هياخدوني تحري. اظن هتقولي نسيت ولا كنت وراك مشوار ولا ما انا عارفك لازم تخترع لك اي حجه. وماله اخويا ده؟ ما بتتكلمش ليه؟ الله مكلضم ليه؟ ما تتكلم. دروسك بتوجعك؟ بطنك بتنغص؟ رجلك اتجزعت؟ مناخيرك اتلوحت؟ رقبتك اتكسرت؟ ما تتكلم يا جدع انت. الله ستك ماتت؟ جوز خالة مرات عمتك ماتت؟ ابو اللي جاب مرات عمك مات؟ لا يا اخي لا. امال ليه يعني مالك شايل الدنيا على دماغك ليه؟ مراتي يا مصطفى مراتي. الله مالها؟ زي ما هي يا مصطفى هتجنن. شابة جميلة وحلوة وصحتها زي البوم. تقعد 3 سنين دلوقتي خالصة هتجنن. ايوه يا اخي حاجة غريبة حالتها دي. طب والدكاترة اللي جولها والادوية والحاجات دي؟ ولا عملوا حاجة. خبر؟ مش الدكتور الاخراني قال لي ابقى مرنها على الكلام زي العيال الصغيرة. اقعد يا محترم لحد ما تتقلب دماغي ولا برضه في فايدة. طب كان سببه ايه بس؟ سببه ايه؟ هيافة. هيافة؟ هيافت انا. بهزر معاها في يوم قمت رحت مستخبي لها ورا الباب وخليتها داخله قلت لها بخ ومن ساعتها وقعت على الارض قامت ما نطقتش ولا كلمه. اما انت راجل هايف صحيح قوي. امال كنت بتتفاهم معاها ازاي طول المده دي؟ بالجوابات. اكتب لها اللي انا عايزه. ايوه. ترد عليا هي باللي هي عايزاه. يعني مثلا ايوه. لما اكون راجع من الشغل اكتب لها ورقه اعوافي عليكي طبخنا ايه، ترد عليا وتكتب لي الله يعافيك كويس طبخلك جبنه. حلو. اكتب لها هو كل يوم نتغدى جبنه، ترد عليا وتكتب لي مش عاجبك روح اتغدى بره. طب وربنا دي ست ظريفه ودمها خفيف قوي. طب بقول لك ايه يا منعم؟ نعم. ولما يعني تكونوا منسجمين بقى وتحبوا تقعدوا تدردشوا تعمل ايه؟ كنت برضو يعني تقعدوا تكتبوا لبعض كده؟ لا كنا نتفاهم بالاشاره. كنت اقول لها مثلا بالاشاره انت شكلك لطيف قوي النهارده يا حبيبتي بالاشاره. وهي بقى كانت ترد عليك ازاي؟ مسكينه. كانت تقعد تحزق 3 ساعات عشان تقول كلمه. وتقول ابدا ترتاح لها شويه وعد لها الكلام تاني تقعد تحزق تاني عشان تقول وتقول ابدا. وبعدين تقعد بقى تحزق لحد ما تتصدي نفسي بقى واقوم اتخمد انام. صعبان عليا يا مصطفى مش صعبان. طب اسمع واحد الله كده واسمع. ايه؟ سيبك بقى من الدكاتره دول وانا هجيب لك اللي يخففها على طول ويخليها تنطق. مين؟ الحقني بيه. الشيخ قطايف. الراجل مكشوف عنه الحجاب ويعرف في السحر والحاجات دي كلها. هايل يا منعم. جربته في حاجه؟ طبعا. ده انا قعدت برجلي دي 3 اشهر وهي عماله توجعني ما انت عارف. رحت للدكاتره مفيش فايده. اخر ما غلبت رحت له خففها لي على طول. وعرف الالم سببه ايه؟ طبعا كانت الجزمه ضيقه عليا. يا سلام. طب الحقني بالراجل ده بسرعه ربنا ما يوجع لك رجلي تاني. حالا مسافه السكه واجيبهولك واجي. ازيك دلوقتي يا حبيبتي؟ يا سلام. يا رحت زرت ابوكي؟ يا سلام لسه بتوجعه؟ ايه؟ يا سلام. طيب يا حبيبتي هسكت خالص. ربنا يجعل في ايدك الشفا يا شيخ قطايف. اطمني يا حبيبتي اطمني جاي النهارده هيخففك على طول ان شاء الله. معلش يا حبيبتي ما يهمنيش ان شاء الله ياخد كل اللي حيلتي ياخد هدومي. المهم بس انت تخف يا حبيبتي واسمع صوتك يا حبيبتي. اهو باينه جاي يا حبيبتي. حاضر. اهلا وسهلا يا مصطفى. اتفضل يا عم الشيخ قطايف اتفضل. اهلا وسهلا اتفضل. قراقيش فناكيش طواقي وطرابيش والفيش النيش كوانيش